نقطة الغسول. حتى لو جبنا غسول مخصص للوجه ممكن نغلط في اختيار النوع نفسه، صح؟ أكيد. اختيار الغسول اللي مش مناسب لنوع بشرتك ممكن يسبب مشاكل هو كمان. زي إيه مثلا؟ المصادر كانت محددة قوي في النقطة دي. بصي، لو البشرة دهنية محتاجة غسول يساعد يتحكم في الزيوت الزيادة وينظف المسام كويس، يعني مثلا غسول فيه حمض ساليسيليك أو يمكن فحم نشط. تمام. أما بقى لو البشرة جافة فمحتاجة العكس، محتاجة غسول يكون فيه مواد مرطبة زي الجليسرين أو حمض الهيالورونيك عشان يساعدها تحتفظ بالرطوبة وما تنشفش زيادة مع الغسيل. ولو حساسة؟ البشرة الحساسة دي بقى محتاجة معاملة خاصة جدا، يعني غسول يكون لطيف قوي ومن غير أي عطور أو كحول أو مواد ممكن تسبب تهيج. لازم ندور على كلمة لطيف أو للبشرة الحساسة على العبوة. يعني معرفة نوع بشرتي ده أساسي عشان أختار صح. طبعا ده مفتاح التوازن كله. طيب، والمصادر كمان ذكرت أخطاء تانية بسرعة كده بس مهمة برضو، زي مثلا زي إيه؟ غسيل الوش أكتر من مرتين في اليوم. ده ممكن يعمل نتيجة عكسية، صح؟ مظبوط. يا إما يسبب جفاف زيادة أو يخلي البشرة تفرز دهون أكتر عشان تعوض. مرتين كفاية قوي، مرة الصبح ومرة